تعرف يبقى عندك موهبة وعندك القدرة على إبرازها؟ تعرف يبقى عندك جرأة في اتخاذ القرار وذكاء في التعامل مع القرارات؟ تعرف يبقى عندك قبول بين الناس؟ تعرف تبقى أحمد أمين؟ موضوع صعب وشد وجذب كأن ما بينهم طار. شيلوا النار يا اخوانا بسرعة من جنب البنزين. يا فرعون والوالي والحال هو الحال. النهاردة هتبقى حلقة خاصة عن أحمد أمين وعن 3 خطوات بس لو أي ممثل عملهم بطلوعه الصح هينجح نفس النجاح اللي نجحه أحمد أمين. تعريف كده سريع عن أحمد أمين: هو بدأ كمؤلف في 2005 وكان بيكتب حاجات بسيطة وصغيرة، مسلسلات كرتون مثلا. لو ما تعرفش فهو اللي ألف كوكب كراكيب، بسنت ودياستي، والقبطان عزوز. ولما حب يظهر نفسه بدأ يتشاف كده في فيديوهات كان اسمها 30 ثانية على النت، كان بيسخر فيها وبيهزر يعني عن المجتمع ومواقف بتحصل في المجتمع، لحد ما جت بدايته الحقيقية برنامج البلاتو. جزء كبير من ثقافة البيت المصري والمصريين بطبعهم يعزوا الجرايد قوي يعني. مثقفين؟ لا مش عشان كده، لا خالص. هو احنا بنحب الجرايد لسبب تاني، علشان خاطر انت هتجيب ازاي كمية الورقة دي بجنيه وتجيلك لغاية البيت؟ اخطف رجلك لسمير وعلي كده، حاول تشتري ورق قد اللي في الجورنان ده يا معلم وقول لي هتدفع كام. 2016 2017 بدأ أحمد أمين في برنامج البلاتو، والبرنامج نجح نجاح كبير. ظهر أحمد أمين بخفة دمه المعهودة وطريقة إلقائه للإفيه وطريقة سخريته من المواقف اللي بتحصل في المجتمع بطريقة كوميدية، ولقى قبول كبير لدرجة إن هو اللي قدم مهرجان ACA 2016. أنا عارف إن في ناس بتسأل ليه اختاروا أحمد أمين عشان يقدم الحفلة، لكن أنا متأكد إن في ناس أكتر بتسأل مين أحمد أمين أساساً. لحد هنا أحمد أمين كان تمام كويس معروف إلى حد ما، لحد ما خد القرار الجريء رقم 1: السباق الرمضاني ومسلسل الوصية. طالع يا مدام سلمى. ايه ده كله؟ رحت المدام رايه في الملحق اللي جنبينا قلت لها عايز دمغه، طبعا قالت لي عايزها لايه وبكام. حضرتك ما حددتيش، اشتريت ب 12,000 جنيه دمغه من جميع الانواع. خدي بقى اللي انت عايزاه والباقي للاخوه الزملاء. اتفضلوا يا جماعه مدوا ايديكم، اللي عايز دمغه انا جايب بزياده. اتفضل يا حاج. قبل احمد امين انه ياخد المخاطره في مسلسل الوصيه ويطلع بدور كوميدي جنب اكرم حسني. ما طلعش بدور اول ولا طلع بدور بطوله، طلع بدور تاني في وسط كاست شاطر ونجم بيعرف يختار اعماله كويس زي اكرم حسني، ومؤلف كوميدي شاطر زي ايمن وطار. واحد غير احمد امين كان ممكن يقول خليني في حتتي وخليني في البرامج واليوتيوب، لكن لا، هو امن بموهبته وقرر انه يطلعها في مسلسل الوصيه. دور سمسم نجح وكسر الدنيا، ونجح اول قرار خده احمد امين بانه يشارك في المسلسلات. من النقطه دي احمد امين كان عنده 3 اختيارات. اول اختيار انه يحرق دور سمسم ويعمله تاني وتالت. اصل انا مش ممثل، فمعنى ان انا مثلت ونجحت فخلاص يبقى الشخصيه دي اللي نجحتني وافضل فيها، وده بيعمله ممثلين كتير، لكنه ما عملش كده. الاختيار التاني: طالما انا كوميدي واتشهرت بالكوميديا اركز في الكوميديا واعمل عمل تاني وكوميدي، وده بيعمله 99% من الممثلين، لكنه برضه ما اختارش الاختيار. الاختيار التالت: اغير جلدي تماما واطلع في ما وراء الطبيعه. القرار الجريء التاني: رفعت اسماعيل برضه حط قوانينه، واولهم ان الطبيعه ماشيه بان 1 زائد 1 تساوي 2. اسباب بتؤدي لنتائج، واي حاجه بتطلع بره المعادله دي ما تبقاش من الطبيعه، ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعه. احمد امين ما قالش انا نجحت في الكوميدي فيلا افضل في الكوميدي، لا، قرر ياخد دور جديد من شركه نتفليكس، دور درامي ما فيهوش كوميديا ودور كبير في السن. وكانت نقله كبيره جدا لاحمد امين عشان هو امن ان هو عنده موهبه وعرف يختار العمل الصح. يعني انا قابلت ناس كنت في اسوان وبعدين لقيت ناس في ادفو سلموا عليا ومبسوطين من المسلسل، فكلمت طبعا فورا عمرو سلامه وقلت له لا احنا في حته كويسه جدا. ده كان بعد نزول المسلسل بايام يعني. بعد نجاح ما وراء الطبيعه احمد امين بقى نجم شباك، كان ممكن يقبل باي حاجه ويشتغل كتير وياخد فلوس كتير، لكن عشان هو احمد امين ما عملش كده وتقل 2 سنين لحد ما نزل بجزيره غمام. 2 سنين علشان يختار جزيره غمام. ومين يرفضه؟ تبقى قاعد 2 سنين ويجي لك مسلسل تأليف المخضرم عبد الرحيم كمال واخراج حسين المنباوي، ومعاك رياض الخولي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، اللي هو حرفيا نجوم كان احمد امين يحلم يتصور معاهم من كام سنه قبلها، يبقى بطل في المسلسل ده
معاه، وخد دور مختلف جدا عن ادواره في مسلسل الوصية ومسلسل ما وراء الطبيعة. دور مختلف ومركب وصعب، في نفس الوقت تمثيله جاي من التمثيل الهادي البسيط اللي من غير حزم، وياخد الريسك كمان مرة وينجح كمان مرة. احسن ممثل في مهرجان القاهرة 2022. جائزة أحسن ممثل دراما أحمد أمين. دور صعب وعبقري ومركب، وتفوق على ممثلين بيمثلوا قبله بكتير. احمد امين من 7 سنين بس من وقت المسلسل كان بيعمل فيديوهات على النت، وفي 7 سنين بقى بطل على زمايله، خد احسن ممثل وسطهم. يعني انا من 7 سنين كنت بعمل فيديوهات عشان نفسي ابقى ممثل، وكان نفسي اقعد في مكان فيه شويه ممثلين بس مش اكتر، يعني مش للدرجه دي. القرار التالت، احمد امين قعد سنه ورجع بالكوميديا تاني في مسلسل الصفاره السنه دي، نفس الكوميديا اللي تعودنا عليها من برنامج البلاتو، ومحطوطه بشكل ذكي جدا في قصه كوميديه وليها هدف، وانا بحب النوع ده جدا من الكوميديا. وطبعا كلنا لحد دلوقتي مستمتعين بشفيق في مسلسل الصفاره، وفي احمد امين بيبرز كوميديته وخفه دمه وقبوله اللي احنا عرفناه من احمد امين من برنامج البلاتو. فيديو حياتك لسه ما خلصش، تو بي كونتينيو. قلبه الطيب بيطمع القريب، وقلبه الشديد بيفرتك الحديد، وقلبه الغريب خلاص يا حبيبي فهمنا من اول واحده، انا بقفل عشان نمشي. انا بتك على المعنى خلاص. معلومه جانبيه ان في اشاعات ان الدحيح رفض الدور اللي بيعمله دلوقتي طه دسوقي لانه قلق وقال خليني انا في حتتي احسن. لو نرجع بالزمن لنفس الموقف اللي اتحط فيه احمد امين لكنه وافق وخد الخطوه. يمكن الدحيح غير احمد امين، لكن الموقف شبه قوي الموقف فحبيت اذكره. ملخص اللي انا بقوله ايه؟ ان النجاح ما بيجيش على الشخص ولا بيجي من الشخصيه اللي انت طلعتها فتحلبها. النجاح من موهبتك انت. لو انت نجم صاعد، ولو انت ممثل، او لو انت اي حاجه في الحياه عموما، اتعلم من احمد امين. اهدى، اختار، ركز، وثق في نفسك. احمد امين ما حرقش نفسه ولا حلب شخصيه ولا عمل لنفسه كاريزما ولازمه واحده وفضل فيها طول الافلام زي ما ممثلين كتير بيعملوا بدون ذكر اسماء، يعني زي محمد سعد ومحمد رمضان. احمد امين ما عملش لنفسه فرقه جمهور واحد، احمد امين حبب كل الجمهور فيه. نصيحه، وربنا كرمك وبقيت ممثل وجات لك الفرصه، اعمل زي احمد امين.